حقا انا بديت ممارسه تدريب الكاراتيه في 1960 وشفت كاراتيه في المغرب، شفته في فرنسا، شفته في المانيا، شفته في امريكا وشفته اليوم. ما اللي تيعجبني بزاف اللي تنفتخر به بزاف القيمه ديال الكاراتيه اللي كانت في ذاك الوقت في المغرب، والقيمه ديال الكاراتيه اللي كاينه الان في اليابان وفي اوروبا بحالنا بحال. وربما احنا عندنا واحد الامتياز وهو اللي تنأمنوا بارتباط الجسد بالروح، الروح بالعقل. والحمد لله كاين اساتذه ممتازين، كاين تلاميذ ممتازين، والنخوه والفرحه اللي تدخل واحد النادي اللي تيدرس واحد الشيء اللي مارسيه 60 سنه لا فرحه فوقها. هو في الحقيقه اللي تيجمعنا هو بما يسمى الكيمونو. تلبسوا الكيمونو خلوه بحال وهذيك الفرحه اللي تلبسوا الكيمونو ما تيبقاش هذا عنده ساكن دار على ديزاين. كنا تلاميذ تنبريو على الاطمئنان بعاد عن الهم والغم والسقام والانين، وتنعيشوا واحد اللحظه اللي هي جميله. واليوم عشنا واحد اللحظه جميله. هذا في الرأي ديالي لو كان الناس عرفوا القيمة والفوائد ديال الكاراتيه كل نادي فيه واحد 700 ديال الناس، لأن الرياضة نقية تتهذب تعطيك الأخلاق وتعطيك واحد التوازن جسدي وروحاني. مرحبا بكم، مرحبا بقناة لوساب تيفي هنا في مركز الرياضي العربي بالمبارك بمقر نادي بيضاوى للرياضات. معكم مساء بسام رئيس نادي بيضاوى للرياضات. وانتم اليوم حاضرين معنا من إحياء الحفل التكريمي على شرف واحد من قدماء أساتذة الكاراتيه في المغرب، قيدوم رياضة الكاراتيه في المغرب اللي هو الأستاذ شكيب السباك، غني عن التعريف. الناس ديال الكاراتيه المغربي كاملين كيعرفوا انه من قدماء الاساتذه، هو اول استاذ اللي عنده نادي رياضي مختص في الكاراتيه، وهو رفقه الاستاذ التجاري احمد هما المؤسسين ديال الكاراتيه في المغرب. كانوا بجوج بهم تلاميذ ديال الاستاذ فرنسي كاراتيه في المغرب في سنوات الخمسينات سنوات الستينات اللي هو الاستاذ هيطون سكيفي. هما اول اساتذه اللي داروا الكاراتيه في المغرب. واليوم الاستاذ شكيب السباك كيحل علينا ضيف بعد عودته من الديار الامريكيه، وارتأى نادي بيضاوى للرياضات انه يجمع الاخوان اساتذه الكاراتيه المغربي هنا في هذا الفضاء الرياضي من اجل احياء الذكرى ديال هذا الاستاذ هذا وصبر الاغوار ديال هذا الاستاذ والتاريخ ديال الكاراتيه المغربي. واليوم الحمد لله كان الحضور مكثف، كانوا الاخوان حاضرين بقوه، وكان حصه رياضيه ثالثها ندوه تعريفيه بتاريخ الكاراتيه المغربي قدمها الاستاذ احمد كميلي المقتدر، وانتهت الاحتفاليه بواحد الحفل شاي على شرف الحضور. والحمد لله هذه المبادره هذه كتنضاف لمجموعه من البوادر السابقه التي انتهجها نادي بيضاوى للرياضات. قمنا بتكريم الاستاذ احمد كميلي هذه 3 شهور، قمنا بتكريم الاستاذ حميد بهيج، وكذلك مجموعه من المبادرات التكريميه للخطط الرياضيه الاخرى سوف تاتي في المستقبل القريب. وهذا من بين الادوار التي يلعبها الهيئات الرياضيه وبما في ذلك الجمعيات الانديه الرياضيه التي من شأنها تطوير رياضة الكاراتيه، تطوير ممارسة رياضة الكاراتيه في المغرب. وإن شاء الله كنتمناو أن هذه البوادر تعمم على جميع الأندية المغربية وعلى المستوى الوطني في جميع أنحاء المغرب. كاميلي أحمد، أوسيا كاراتيكا، متقاعد في العمل وفي رياضة الكاراتيه. جئنا اليوم بتشجيع الأخ من الناس اللي أسسوا الكاراتيه في المغرب وهو الأستاذ شكيب، يعني الأعمدة الأولى في المغرب، منهم كنا حنا كانوا هما الشعلة الأولى وحنا الثانية. جئنا اليوم باش نحضروا لهذا التكريم ديالو،
شوفوا إخوان لازم ما شفناهم نتصلوا بهم وطلبوا من الله تبارك وتعالى باش تبقى هاد الصلة هكا متواصلة ونشوفوا بعضياتنا، لأن كاين اللي 20 عام 30 عام ما بقيناش شفناه، الآن شفناه وهذه أحسن حاجة كاينة في هاد الصلة الرحيم. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.